حيدر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يا شيخ بس أتمنى تعطوني 5 دقائق لا أكثر. طب تفضل. دام فضلك أستاذي الكريم، أنا أبلغ من العمر 70 عام، بارك الله في عمرك. وقدر الله أنه صاب بمرض عضاله. المهم في القضية أستاذي أني أنا شيعي وكنت أخدم التشيع. نعم يا أخي. بطريقة ما تتصورها، بالمال بالجهد بكل ما تتصور، وياما ناس خليتهم يشيعون على ايدي. حتى الناس اللي خليتهم يشيعون على ايدي حاب اقول لهم بس كلمة واسمح لي فيها، يعني اقولها على اساس بس الشخص اذا كان يسمعني او الاشخاص اللي يسمعوني يعرفون ان انا الشخص اللي خليتهم يشيعون. معي أستاذي؟ معك يا أخي. أستاذي أنا كنت أوسط الوهابية، أقول وأنا أعتذر من جميع الناس في البداية، كنت أقول دائما للأشخاص الوهابية عبارة عن حروف واو، والعياذ بالله على الكلمة اللي كنت أقول والزنا ها. طب أخي لا تكمل، لا تكمل، لا تكمل. ماذا تريد أن تقول بعد ما فعلت؟ ماذا تريد أن تقول الآن؟ يعني لا تسرف على نفسك فيما قلت. نعم. وقوعي في المستشفى نعم. بسبب مرض السرطان كان رحمة الحمد لله. كنت أشوف قناتكم في البداية وكنت متحامل عليكم، لكن الحين أشهد الله الذي رفع السماوات وبسط الأرض إني بريء 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 منهم. والله إني أعتبر إني أعلن إسلامي من أول وجديد 70 سنة. أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله. والله إني أحب عمر وأحب أبو بكر رضي الله عنهم وأبرأ مما يقولون عن عائشة. لا أسأل سوى أن يغفر الله لي، سوى أن يغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالحمد لله الذي من عليك بالهداية، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. جزاك الله خيرا، وأحمد الله وواصل حمد الله وشكر الله على ما من به عليك وأنعم من توحيده وحب صحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك بذلك، هنيئا لك بتوحيدك وحبك لصحابة نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أبقى الله سبحانه وتعالى لك في العمر بقية فأصلح قدر استطاعتك، فإن الله قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولعل الله أن ينفع بمقالتك هذه أقواما ضلوا عن الطريق المستقيم وحادوا عن الصراط القويم. جزاك الله خيرا، وثبتنا الله وإياك على الإيمان وعلى الطاعة وعلى حب الله ورسوله وحب صحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله. بارك الله فيك وحفظك. أبو حيدر ما زال معنا. أبو حيدر، نعم، يعني استمعت إلى شيخنا، فهل لك من تعقيب؟ بارك الله فيكم. أسأل الله حسن الخاتمة. لا أكثر. اللهم الله يرزقنا وإياك حسنها. وادعوا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أدعو الله وحده لا شريك له لا غيره
أدعو الله. بارك الله فيك يا أبا حيدر. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. دمعي جرى والحزن أضرم باسي والهم أشعل مهجتي وضراسي. ماذا أقول وأدمعي تحكي لظى قلبي